السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة تالتة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وبتذاكروا، لأن خلاص ما عادش في وقت بقى، واللي كان كسلان أو كده لا يفوق بقى ويبدأ يشد حيله. ولأن ما عادش في وقت وفاضل حوالي 90 يوم على الامتحان، فلازم ما تضيعش وقتك في انك تجرب طرق للمراجعة. يعني انا اجرب طريقة للمراجعة؟ لا، انت ما تجربش، انت حاول تاخد المفيد. وانا يعني عملت كده، حاولت اديكم المفيد، الطريقة اللي لقيتها جابت معايا نتيجة وده خلتني متمكنة من المادة اللي هي الفيزياء والكيمياء. انا ليه ضمتهم مع بعض؟ لانهم الطريقة اللي تراجع بيها الكيمياء هي اشبه بطريقة الفيزياء، لان الاتنين تقريبا حاجة واحدة، الاتنين نظري ومسائل، والاتنين يعني امتحاناتهم ما شاء الله عليها، فضمتهم مع بعض. طيب نبدأ بأول حاجة، الفيزياء. الفيزياء تتذاكر ازاي؟ الفيزياء والكيمياء الثلاث برنشات اللي انت تشتغل عليهم، او الثلاث طرق اللي تشتغل عليهم، هو مراجعة وحل وافكار. الثلاث حاجات دول ما ينفعش، يعني هما المثلث الذهبي كده بتاع المراجعة، لازم تشتغل بالثلاثة دول. ما ينفعش حضرتك تقولي انا هدخل اراجع مثلا هحل بس، لا. طب انا هدخل اراجع هسمع شرح بس مش هحل، لا. لازم تسمع شرح وتحل، ولازم تركز الافكار، وهقول لكم كل واحده هتفيدكم في ايه. اول حاجه الشرح. الشرح انك بتسمع شرح المدرس، او مثلا مراجعه، او مثلا شرح سريع، او مراجعه اللي هي سريعه كده اللي هو بيراجع على الفصل. اول حاجه هيعمل لك ريفرش على المعلومات اللي اكيد اتركنت وتراكم عليها حاجات. تاني حاجه، انت في اول مره خدت فيها الحاجه ما كانتش متثبته في دماغك بالشكل الصح، لانك يعني الكونتنت كبير وانت لسه بتاخده لاول مره، فطبيعي ان حاجات وقعت منك. اهي الحاجات اللي وقعت دي هي اللي هتتظبط في وقت المراجعه، في وقت ما انك بتسمع الفيديو للمره الثانيه او الثالثه. وكل ما سمعت شرح اكتر كل ما المعلومه ثبتت في دماغك. وخد بالك انت محتاج تكون فاهم كويس، ويعني فاهم منهجك كويس وعارف كل نقطه فيه، عشان الاسئله مش تيجي مكرره. الحل مهم، بس لازم المنهج او الكونتنت نفسه يكون في دماغك كويس جدا. فانا عشان كده بقول ايه، انك تسمع شرح مره واثنين وثلاثه، او مراجعه مره واثنين وثلاثه، عشان النقط اللي ما ثبتتش من اول مره تثبت من تاني وثالث مره. طب دي اول حاجه. انا كنت بسمع ايه؟ بسمع مستر محمد عبد المعبود. بلاي ليست بتاعته كانت وافيه، وحتى يعني هي قديمه. الناس اللي بتقول اسمع شرح قديم، على فكره اولد از جولد يا جماعه. الشرح القديم او المراجعات القديمه جميله ومليانه افكار حلوه قوي، فانصحكم تسمعوها. انا تقريبا سمعت القناه كلها مرتين، يعني ده يعني خلاني اقف على رجلي كويس في الفيزياء. طيب بعد ما سمعت الشرح ادخل على الحل بقى. ايا كان المصدر اللي هتحل منه لازم تظبط تايمر جنبك. احنا وقت التايمر انا قلت لكم قبل كده ان في وقت لازم هتظبطوا تايمر، ده وقت التايمر بقى. لازم تتعود الاول تحل بسرعه وتحل صح، يعني الاثنين انت لازم تجمع بين السرعه والحل صح والحل بكفاءه. لان انت عندك الامتحان زي ما انتم عارفين 50 سؤال في 3 ساعات، ومعظمهم بيبقوا عايزين شغل جامد، فانت لازم تتعود على النقطه دي. طب انا يعني مش بعرف احل صح دلوقتي، حاول الشهر اللي جاي ده تظبط نفسك في الحل الكواليتي، وبعدين شوف بقى التايمر بتاعك. بس اهم حاجه تحط التايمر في الحسبان. ما ينفعش مثلا تيجي اخر شهر كده انا لسه بقى اتدرب على التايمر، لا. حاولوا تظبطوا النقطه دي عشان الوقت. زمايلنا في امتحانات 2022 خرجوا من الامتحان كان في اسئله هم عارفينها بس ما كانش في وقت، يعني البابل شيت اتسحب منهم. فخدوا بالكم من النقطه دي، الوقت مهم. طيب انا كده سمعت شرح وحليت، ايه بقى حكايه الافكار؟ لازم تجمع افكار، لانه فتره المراجعه يعني ما تكتفيش انك مثلا ايه كمان بتتدرب على المسائل اللي هي متعارف عليها، لا. لازم نشوف الحاجات الجديده، لازم تطور من نفسك. الكلام ده في الفيزياء والكيمياء، لازم نشوف الافكار والمسائل الجديده. في كتب هتساعدك في ده، زي مثلا الوافي في الفيزياء تحفه، والاذروايز بقى في الكيمياء المندليف. مندليف جميل، والايزو اروع. يعني انا لو هرشح في الكيمياء هرشح الايزو ثم مندليف. الفيزياء الوافي تحفه طبعا، ومعانا الامتحان. في بقى نقطه كمان عايزه انوه عليها، انكم في المراجعه لازم تاخدوا نوتس باسلوبكم. يعني انت وانت بتكتب النوتس كده لازم تكون باسلوبك انت، بالطريقه اللي انت تفهم بيها، بالطريقه اللي تفهمك. والله مثلا انا فاهم النقطه دي بكذا كذا، اشرحها بالبلدي عادي في الكراسه. مش لازم عندي مثلا اللي هو اكتبها بالسياق العربي لغه عربيه فصحى او قوانين، لا. بالبلدي هتفهمك اكتر وهتثبت في دماغك اكتر. ويا ريت بعد ما تراجع، انا مثلا مسكت الفصل الاول عملت ايه؟ راجعت الشرح، حليت، مثلا جمعت افكار في بقى نوتس وحاجات انا كنت مجمعها حلوه كده، وخلاص بقى الدرس اترتب في دماغي. اعمل ايه؟ ده اللي انا كنت بعمله من اول شهر 4. كنت اسجل ريكورد لنفسي، ريكورد لامم الفصل كله، بحيث ان انا لما اجي اسمع الريكورد ده، انا مثلا براجعه في المره التانية، اسمع الريكورد ده افتكر الحاجات اللي انا كنت مذاكرها، او يعني اللي انا كنت مجمعها كلها.
عشان انا لو هراجع تاني فانا ما ابداش مثلا من الصفر، لا انا ابدا مثلا من 80%، والمره الجايه هلاقي مثلا ببدا من 90%. فهمتوا؟ ده توتال اللي انا كنت براجع بيه، ده السيستم اللي انا كنت براجع بيه. ما تهملوش المراجعه، راجعوا بضمير. لو انت مثلا كنت كروت في الاخر ما تكروتش دلوقتي، لان خلاص مفيش فرصه يعني. خلاص ربنا يوفقكم يا تالتة، وعلى قد ما هتتعبوا دلوقتي على قد ما هتلاقوا وهترتاحوا جدا جدا في الفترات اللي قبل الامتحان، اللي هي كلها ستريس وضغط وتوتر وقلق، وفي برجله كده، مدرسين بيعملوا برجله اصلا من غير حاجه. فانتوا حاولوا على قد ما تقدروا الفتره دي تكونوا هاديين جدا، بتراجعوا كويس جدا، عارفين انتوا ماشيين على ايه، والحاجات اللي هي الدارك بوينتس بقى، او الحتت المظلمه في المنهج تبداوا بقى تظبطوها وتبداوا تكسروها، عشان ما تجيش تلاقي في الاواخر خالص في كلكعه كبيره كده. لا حاولوا تفتتوا الحاجات دي في الفتره دي. ربنا يوفقكم، وان شاء الله ينزل لكم باقي المواد.